صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله بتكونوا بخير. اليوم يا جماعة عاملين مبادرة مفتول فلسطيني. طبعا هذا يعني هيكون اكل لله. رنيت على صاحبتي هيام، اجتني، وحاليا هناخد الاغراض ونروح برضو على صاحبتي وجارتي ايمان، فهنلاقي عندها كمان جيران لنا. المهم يعني اليوم ان شاء الله تجمع الحبايب. يا جماعة جهزت الزيت والاشياء، هذا جزء من الاشياء اللي احنا هنحتاجها بالمفتول. لسه في اشياء تانية هنحتاجها موجودة عند ايمان، وهي الطحين وبرضه هنزود. وحاليا هنطلع نشتري باقي الاغراض ونروح على ايمان نبلش نعمل المفتول. وهذا يا جماعة بنية انه ربنا يحفظ لي اهلي وناسي في غزة، وربنا يخفف عليهم يا رب كل المعاناة اللي بيعانوها، وبنية انه ربنا يعني يحفظني ويحفظ اهلي يا رب العالمين. اخذنا الاغراض يا جماعة، زوجها هيحطهم في السيارة. يا رب ويشفيهم ويرعيهم، وربنا يقف معاهم يا رب. يقف معاكم ويخفف عليكم يا رب. يا رب خفف مصيبتكم يا رب. يا رب يجي معاكم يا رب، وربنا على المفتري وعلى ابن الحرام يا رب ومنهم لله اللي منهم السبب في الجليل يا رب. ان شاء الله. يا رب يساعدهم ويقوم على اللي هم فيه ويشفيهم ويرعيهم. هم أمة محمد اجمعين. شكرا يا خالد. وربنا يديك الصحة ويغلبهم يا رب ينصرهم على مين ما يعدي. ما انا هشيلها عشان تصوريني بيها. ايوه بدها تشيلها عشان نصورها فيها. العسل دي يا ولد. ينصرهم على مين يعديهم ولا يشمت عدو فيهم. النهارده يطبقوا يطبق عليهم ربنا اسرائيل. حلاوة الشعب المصري. صوري يا اختي صوري، طلع النبي عليا. ما شاء الله. منورة يا خالته. عسلي حبيبتي. وانت من سوريا من غزة. ايوه الهي تروح تلاقي اسرائيل متطبقه من اولها لاخرها. يا رب. عشان تديني الحلاوه. ماشي حاضر. عشان المنظر حلو كده. ايوه لا هي حلوة بكل حالاتها. كيف حالك؟ نزلنا الاغراض ولسه في فوق كمان اغراض. يا جماعة أنا وصلت، هلبس حجاب الصلاة وهغير طبعا، ألبس حجاب الصلاة عشان نستعد إنه نفتل المفتول، وطبعا الحبايب متجمعين يعني كنا هنساعد بعض. فعن جد إنه أنا كتير مبسوطة، مش عشان يعني أنا مبسوطة عشان اللمة، مبسوطة كتير عشان اللمة، إنه أنا ملتمة مع ناس حبايبي وناس أنا بعرفهم من غزة وجيراني وهيك. طبعا أكلة المفتول هي يعني بتاخد كتير أشياء وهيك، فعشان هيك صعب انه واحد بس او ست انها تعملها. مع مرحلة تنظيف الدجاج يعطيهم العافية، شطرات محترمات، كل عافية يا جماعة. هدي في كلاب تحت في الشارع لزيادة ننزلهم للكلاب حرام. جيبهم نغديهم معنا الكلاب. والله لو صح لي شو بتسوي يا خالته؟ والله احنا هسينا الحين بدنا نلبس المفتول. ايوه لسه الحين مش الحين طبعا انت طحين ابيض واحمر. طحين ابيض واحمر. ايوه. المية فيها ملح؟ لا ولا حطينا الملح على طحين. ايوه حطينا الملح على طحين. ايوه. وهلا بتضلك تسوي هيك. ايوه مرحلة البس. اي مرحلة البس. المفتول انا قلت لهم انه اكله شعبيه ومعروفه وعريقه عندنا في فلسطين. اكله شعبيه صحيح، اكله فلسطينيه بس مشكلتها انه ايش بينفعش ايوه بتتعب. بتتعب وبتغلب شوي، بس بدها وقت. ايوه بدها وقت. حطي امرام شوي منها. الله يسلم ايديكم. حطينا. طبعا جاراتي وحبايبي من غزه، انا كتير مبسوطه بصراحه، لانه يعني هنا الواحد يعني دايما بحب يشوف الناس اللي من اهله، من الناس والناس اللي تعود يشوفهم منذ الطفوله. لقيت مرحله شو الحين مرحله بننزل المفتول من الكرباله عشان نفتله وخلاص على التركيب. الحين بدي عشان اصور. أيوة. بالمره استنى عشان تعرف انه خلص. ايوه بس زيت مش ميه. لا بس زيت. ها ايوه زي هيك. ها الحين على التركيب على طول على النار. ما شاء الله. حطي في الزيت. حطيت.
عشان كتير. بدنا طبعا الحجة بتحكي مع ابنها في غزة، يعني اشي ببكي واشي عن جد والله العظيم نفسنا انه اهالينا في غزة ياكلوا ويشبعوا، بس ما في اليد حيلة. المهم احنا هنسوي في البلكونة. طبعا انا عند صاحبتي ايمان تجمعنا احنا هناك لانه اجت ام ايمان هلا فاحنا تجمعنا عند بيت صاحبتي لانه يعني اجت امها ومرت خالها وهيك، فقلنا نطبخ في البلكونة. غيرت ولبست حجاب الصلاة عشان ايش؟ يعني نشتغل براحتنا. المهم انا اليوم عند صاحبتي، فهي جابت امها ومرت خالها، ويعني كنا احنا من نفس المحافظة من مدينة رفح، فكنا بنعرف بعض، فقلنا انه المفتول هنشورهم هنا. شرينا الشعلة هذه المفتولة هنسويه في البلكونة، ولكن الدجاج واليخنة هنسويها في المطبخ عشان نقدر انه نشغل ونخلص. فقلنا ايش؟ نسوي المفتول هنا في هيام. بتحط مية، لا هيك خلاص يا هيام عشان ما يغطيش على المفتول. الطنجرة اللي معاك هاتي ولعوا الغاز. هاي نولع لك اياه. خلاص طلعت الطنجرة صغيرة. طب افتحي لي هذا، فاتحة الجرة؟ مش عارف. لا خلاص انا هاي حطيت، خليها المية هذه حطيها هنا تعال. قصدي يمكن نسلق فيها نسلق فيها ما ظنيتش ان هذا فاتح. هاي فاتح، ولعي هاي. بسم الله، انا بقول لها ما تقلقيش. واو بده يجي يتدفى يا جماعة. هيك عالي كتير صح؟ هو هيك لازم يكون عالي؟ لا عشان كمان الهواء. طيب احنا لازم هذا بالقرنة نحطه هناك. بالقرنة؟ ايوه. شو الوضع؟ الوضع هنا بننزل في المفتول من الكربالة عشان نحزق المفتول ونفتله ونحزقه وعلى التركيب. ان شاء الله. هذا جاهز صح؟ هذا جاهز. هاي شايفه؟ هاي جاهز. سلم ايديك يا اخي. نحكي لكم عن تفاصيل. هي حطت خلطة البشكير في مية عشان النار عالية فما يسيحش البربيش وتصير حريقة. وحطت مية نص الطنجرة من تحت، وحطت فيه حمص ناشف عشان احنا الحمص محتاجينه بالطبخ وباخد استوى كتير. بتعمل لي لايك؟ طب حط اللايك ونص لايك. اي شطورة بنت صاحبتي. المهم بخجل لما احكي بنت صاحبتي اطول مني. عشان الحمص باخد استوى كتير والمفتول باخد استوى كتير، فحطينا ايش؟ الحمص مع مية المفتول. وهنا الكربلة دهناها زيت تمام عشان ما يلزقش حاليا المفتول لما احنا نحطه. البخار حطت امرامي اول صحن مفتول. طبعا حطت هذا عشان الهواء ما يجيش ايش يأثر على النار على الشعلة. لقيت حكولي احز هيك عشان ايش؟ البخار يطلع. انا حافظة مش فاهمة على العموم، انا بتعلم منهم. يساوي مربعات زي هيك زي التورته. هلا طالما بلش يطلع بخار من هنا لقيته بنحط ايش؟ باقي المفتول. هاي امرامي جابت باقي المفتول وبنضلنا نسمي بصوت عالي يا امرام عشان يسمعوا. اللهم صل عليك يا نبي. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا رب تبارك في هاللقمه لله لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب. بحب لما نطبخ دايما انه يعني نسمي، متعودين احنا على الشهاده يعني. طالعين من بلد الموت شويه عشان البخار يتداخل فيه كليته. مش لما حطيناه كله مره واحده حيتكتل ويصير كتل، مش حينفع. بصير عجينه. اما هيك بصير عجين. لا هيك افضل. حبه حبه. كل ما يطلع البخار بنحط حبه. خوج الثالث ماشيين مرحله مرحله يا جماعه. بسم الله ولا اله الا الله اللهم صل عليك يا نبي.
احنا بنساوي بالهواء الطلق يا جماعة. شايفين خضار كيف ما احلى. طبعا حاطين هي هذا عشان ايش؟ الهواء والشعلة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين فوج بننزل. والبصل عشان اليخني. بنحتاج كتير بصل لليخنة ولا هذا اللي بيحتاج بصل. شو؟ بيحتاج بصل الدفنة تحت المفتولة الحين. دفنة المفتول. ايوه بدها بصل كتير. ما هي زكوتها اصلا. ايوه هي زكوتها، هي الدفنة بتاعتها. تاكليه هيك ني بدون حتى. شريت هدول عشان نحط فيهم الاكل. والدجاج لسه بس في الحمام. كلها بدي احكي لك كلمة بس. لا يا جماعة نطلع البخار. طالما نطلع البخار خلاص انا هحط ايش؟ الفوج اللي ضايل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بعدين راح اكتب بالطريقة هاي. سويني خلاص هيك شوية عبال ما يسوي. بده ساعة وربع. ساعة وربع. يعني بده ساعة وإشي عبال ما يكون لسه. يعني ساعة وربع. بعديها هنقشر بصل ونحط بصل وبعدين نركب عليه مرة ثانية ساعة وربع. فتابعوا معنا ما تنسوش تعملوا اللايك. بلشنا نطبخ الدجاج والزيادات اللي من الدجاج نزلناها للكلاب اللي تحت. بس ما صورتش لكم يعني. نزلت طعميتهم. غسلوها وحاليا هنقطعها لانه الحله كبيره فالغاز على الفاضي يعني بطيء. فقلنا بنحطه على الشعله هالجاتا. جات يا جماعه بدنا نشيله. بسم الله نحطه هنا يا جماعه. وهي الحمص طبعا. كويس زيت الزيتون. يلا هذا زيت الزيتون يا جماعه. زيت الزيتون على المفتول. حلوه هذه نور وبخور. يعني هيك حلو. شايفه الحرك المفتول ما شاء الله مفلفل. ايوه هنرجعه تاني طبعا. بنشربه بالمي. ايوه هاي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا شو اسمك على السناب؟ ايوه حبيبتي تنطيها. ايوه احسن. يلا عشان يتفتح. حط المي عشان يتفتح. ايوه بنجيب الدفنه. لا ايش بدك فيه؟ خلص هذا خلص. بنجيب الدفنه. ايوه الحين البصل وهين الجراده والشبت الناشف. شبت اخضر. الى المطبخ يا جماعه. هنا الشبت. بدنا نقطع الشبت بعد اذنك. هاي البصل البندوره. ايش بتسوي لنا؟ لا ايه بدنا نقطع الشبت يا جماعه. قطع الشبت. بقدونس في الكبة. يعطيهم العافيه. فوتي مش تبين. يعطيهم العافيه. كلهم شغالين بصراحه. اغلبهم صايمين. فربنا يبارك يا رب. امشادي بعدين نشرح لك. ماشي. الجمله اللي الكل بحكيها. امشادي بتقطع الفلفل. يلا امشادي هلا بتحرك في الفراخ. امشادي شالت الطنجره. الشقه الثانيه. ما شاء الله. نحكي عنه القرع يا جماعه. ايوه العين جراده. بصل. ايوه هذا الجراده. ايوه كمون فلفل اسود. هذا الكمون وفلفل اسود.
كمون وفلفل اسود بس. هنا يا جماعه بعد ما نزل اول فوج لخبطوه بالبصل والعنجراده وشو يا خالتي؟ بصل وعنجراده، وشو حطيتي؟ عنجراده ناشفه وعنجراده خضراء وفلفل اسود وكمون وملح. وحاليا بدهم يحطوا السمنه، بعدين رجعوا على الفوج الثاني يا جماعه. نزلناه. طب احكي يا خالتو انت عشان انت اللي بتطبخي. ماشي اوكي خالتي خجلان انا. طيب نزلناه وخلطناه في البصل والعنجراده والفلفل الاسود والكمون. هذه مفطرية غزة، خلينا غزة. الله يخلينا غزة. طبعا هذه المفصلية من غزة، يعني ما فيش يعني معروف، يعني في اشياء صعب انه نلاقيها غير يعني تنجاب من غزة. ف يعني هاي المفصلية مشادي كانت تيجي على غزة على اهلها، لانه اصلا هي من غزة، فكانت جايباها قبل سنوات، من زمان قبل الحرب. قبل 3 سنوات. ايوه امانه 3 مفصليات بتخزن يا مشادي. بتخزن. انا اجي اسرق واحده مشادي. اهم شيء عندي حاجات العجين. حاجات العجين. الحاجات اللي بستخدمها. بحب اكون عندي. انا بستخدم شيء. ايوه طيب اشياء غزه مميزه. ايوه حلة كهرباء. حلة كهرباء مفصلية. والله ذكرك بشو؟ عشان القرع لفت الدنيا. طب اعطيكي من الموجود في بزيادة. طب ايش رأيك في اجواء غزة؟ يا رب. صحون للناس عبيها واحنا هاي ادوقها. ادوقها ملح، حطي لها معلقة غيرها. طيب هيك خلص. طبعا انت حطيت سمنه يا خالتي صح؟ حطيت سمنه. سلم ايديك. طبعا الثانيه حلوه من عند ايمان. سلم ايديك. طبعا لسه كمان في على الغاز يا جماعه، كمان في فوج. كل شيء جاهز، ضل نسكه. هاي الخلطه تمام، هاي المفتول. كافرها. لا سلم ايديك. وهي الدجاج تحمر. حط الشوربه على الشوربه. تسوي يا خالته؟ بدي احط الشوربه على المفتول ان شاء الله. عشنا يا جماعه نحط المفتول في صواني. الإضاءة عندي كمان ضعيف. انت شربت يا ماما خلاص؟ حطيت شربت خلاص. انت حطي يخنية. يخنية. ايوه حطي. مش وسع الواحد يحطها. ايوه مرحلة يا جماعة تصفية الدجاج. طبعا أول إشي هنتغدى إحنا كنا ساعدنا في المفتول، بعدين نطلع الوجبات. نورة يا خالتين. هاي لسه بدنا نحط كمان الصينية الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الولد يكون رغاد انك تجي الولد. أكل الساعة تمر، لأنه الأغلب صايم. الأغلب صايمين لأنه متعودين يصوموا اثنين وخميس. سلم إيديك. لسه طوال كنا هنبلش، كنا قاعدين. شو رأيكم باللمة يا جماعة؟ والله حاجة حلوة ما شاء الله. اللمة حلوة. ربنا يهدي البال ان شاء الله. ربنا خير يهدي وبركة. ذكرتكم بغزة صح؟ والله. والله العظيم. غزة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا ربنا كريم حبيبتي. اللي مش صايم ياكل، اللي مش صايم ياكل. الواحد بده ياكل وهو حاز عليه نفسه انه اهلنا بغزة جعانين. كله اللي مش صايم ياكل.
ما تغدينا كنا يعني افطرنا وهيك، فراح نحط الوجبات للناس. انا قليل. طب استني يا ماما، حطي الخشب، حطي الخشب. الإضاءة ضعيفة يا جماعة. ضعيف. حط فلاش، حط فلاش. جماعة لسه ضايل عنا كتير. نوزع الوجبات يا جماعة غير الوجبات اللي وزعناها كمان، وباخد البراد اللي جبتها من البيت عشان براد يعني المفتول والشغلات اللي ضلت. شكرا يا عم ابو رامي. هيك ماشي يا عمي، شكرا كتير، مع السلامة. طب يا جماعة احنا هيك خلصنا اليوم المبادرة تاعتنا. الحمد لله انه احنا وزعنا اطعام لله، بنية انه ربنا يحفظ لنا اهلنا يا رب، اهلي في غزة، وبنية انه ان شاء الله يا رب ربنا بفك الكرب على اهلي وعلى ناسي، وكمان انه شفت حبايبي واهلي وناسي من غزة واجتمعنا واكلنا، لانه احنا بنحسش بطعم الاكل لانه كل واحد لحاله لحاله لحاله، فالغربة صعبة. فالحمد لله على كل حال، شكرا كتير لكم. بتمنى تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا اللايك. مع السلامة.